السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اليوم بيتكلم عن 7 أخطاء شائعة حول سرطان الثدي، تعرفي عليها. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع، أتمنى منكم عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. طبعا احنا في شهر أكتوبر زي ما انتم عارفين، وشهر أكتوبر هذا هو شهر محاربة سرطان الثدي. يعتبر سرطان الثدي من أكثر الأمراض انتشارا بين النساء، وهناك عوامل عدة ترتبط بظهوره. وبما أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي، نستعرض لكم في هذا الفيديو بعض الأخطاء الشائعة حول هذا المرض. واحد، أول إشي شائع عن سرطان الثدي إن هو مرض وراثي. اعتقاد خاطئ أن السبب في حدوثه هو التاريخ العائلي، ولكن الحقيقة تكون نسبة العامل الوراثي في التسبب بسرطان الثدي هي 5% فقط، والنسبة الغالبة للأسباب الصحية والعادات الخاطئة. هذا هو أول سبب أو خطأ شائع بالنسبة لسرطان الثدي، إن هو مرض وراثي. اثنين، يمكن الحماية من سرطان الثدي. على عكس الشائع، حيث يمكن الاعتماد على بعض النصائح للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي من خلال الحرص على نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي ومنتظم. ثالث خطأ شائع، أن مزيل العرق يتسبب في الإصابة بسرطان الثدي. شهدت الفترة الماضية تداول هذه الأقاويل بشكل مبالغ فيه، ولكن الحقيقة تكمن أن مزيل العرق يؤدي لحدوث تراكم الكثير من العناصر الخطيرة مثل الألمنيوم والسموم تحت الجلد فقط، مما يؤدي لبعض المشاكل الأخرى، ولكنها لن تصل للإصابة بسرطان الثدي إطلاقا. أربعة، ارتداء حمالة الصدر يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي. من أكثر المخاوف الشائعة والخاطئة، والحقيقة لا علاقة لسرطان الثدي بارتداء الحمالة. خمسة، التصوير الإشعاعي المنتظم يمنع الإصابة بسرطان الثدي. يساعد التصوير الإشعاعي على اكتشاف المرض بشكل سريع ودقيق، ولكن لا علاقة له بالحماية من المرض. ستة، الرجال غير معرضين للإصابة بسرطان الثدي. أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة أن الرجال والنساء يصابون بسرطان الثدي، ولكن طبعا الرجال بنسبة أقل بدون استثناء، بالإضافة إلى أن سرطان الثدي من أبرز المخاطر الصحية اللي بتواجه الرجال. سبعة، استئصال الورم يحمي من الإصابة به مجددا. يوجد اعتقاد شائع لدى بعض السيدات أنه في حال تم استئصال ورم الثدي فلن يتم الإصابة بسرطان الثدي مجددا، ولكن الحقيقة تؤكد إمكانية الإصابة به مرة ثانية. هذا هو كان موضوعنا بالنسبة لليوم، سرطان الثدي، 7 أخطاء شائعة. أتمنى في نهاية الفيديو عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.